السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة مزارع البيع في مصر. معكم ربيع المالكي. كل عام وأنتم بخير بمناسبة شهر رمضان. احنا هنا في أبو غالب بنصور 5 فدادين ملك نهائي، موقع محترم، كهرباء ومية. 5 فدادين ملك مزروعين بصل، موقع محترم، 4 كيلو من الأسفلت، 7 كيلو من طريق مصر اسكندرية الصحراوي. موقع محترم جدا، مكان آمن هادي، مزروعين طبعا بصل، تربة حمراء، جودة الزراعة بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. مية وكهرباء، موقع محترم. هنا 10 كيلو او 11 كيلو من الصحراوي، من المنصورية نفس المسافة. المنصورية جيزة نفس المسافة بالظبط. حبيت تيجي من الصحراوي، حبيت تيجي هنا من منصورية، ده الخط المية تبعنا، نظام تسميد. اكتر المناطق هنا محاصيل، بالنسبة للعنب والمانجا برا شوية، والموز. ملوحة المية هنا 700، جزء في المليون. ابو غالب في النص بالظبط بين المنصورية جيزة يعني، وبين طريق مصر اسكندرية الصحراوي، منطقة ابو غالب. موقع محترم، جو امان هادي. جودة عالية، ارض بسم الله ما شاء الله، ارض جودة عالية، تربة، زراعة. طبعا مش هنقول لكم على منطقة ابو غالب، ناس هنا فلاحين صح. خمس فدادين كلهم زراعة، مفيهاش حتة فاضية او منطقة فاضية او سكن للمالك او العامل، كلها مزروعة. 5 فدادين. الجار هنا دي الغلة تبع الجار. سعر ممتاز جدا، سعر مناسب، ارض ملك. دي غلة الجار او جمح، الراجل زارع هنا غلة، والصاحبنا هنا الارض، صاحب الارض يعني احنا بنصور عنده، زارع بصل للصراحة هناك. والعنبر ده بينه وبينه طريق جار، والجار التاني طبعا زارعين خضروات. منطقة هادية وامان، موقع محترم جدا. بصراحة موقع محترم. ليه؟ عشان قريب من منصورية الجيزة وقريبة من الصحراوي، والأرض ديت كانت زرع عنب قبل كده، يعني صاحبها كان زرعها عنب. لكن هنا طبعا الناس بتحب المحاصيل، زراعة المحاصيل كل 6 شهور 3 شهور. يزرعوا هنا البسلة والفاصوليا، بطاطس. طبعا الجماعة بتوع الجيزة بيزرعوا البروكلي والخضروات. هنا الناس طبعا زارعين طماطم والكرنب. طبعا اللي عنده فدان او 3 فدادين او 4 فدادين بيشكلهم.
طريق محترم كهرباء، طريق ترابي لغاية اسفلت برا. أراد هنا تربة زلطية. أنا حبيت تبني كهرباء على رأس الأرض. طبعا الأرض هنا فيها بير مشترك. ده الأرض من فوق. هنا الجار. المناطق كلها فلاحين هنا، كل واحد واخد قطعة أرض بيزرع اللي هو عاوزه. محاصيل كلها. كل واحد واخد 10 أو اللي 5 أو اللي فدانين أو اللي 3 فلاحوا فيهم المحاصيل. اخرنا الشجر هناك ده، والجار هنا زرع باذنجان شطة. موقع امان وهادي زي ما قلنا لحضراتكم، مش بعيد على اسفلت 4 كيلو. بكلم حضراتكم السعر 750,000 في الفدان. ان شاء الله ربنا يوفق الجميع. انا محتاج تعمل اي مشروع حول كهرباء جنبينا، تعمل دواجن، تعمل مشروع تسمين مواشي، متاح في بعض وقائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.